حقك. بس خلي بالك، رجل الشرطة اللي بيقوم بمهامه وبينفذ الأوامر لو لمح في عينك إنك ناوي على الشر هيتعامل على طول. عشان كده اتظاهر بأدب، اتظاهر وانت عينك في الأرض بشكل حضاري. ومصر مش تونس. عفوا عفوا، مصر مش تونس. تونس ما كانش عندها حد يقدر يعمل مظاهرة، احنا لا، احنا عندنا حرية. انت حقك تتظاهر والشرطة حقها تضرب، وكل واحد بقى يستخدم حقه. مش معنى ان ضابط يضرب ولا عسكري يضرب انك ترد عليه، لا عيب. خليك متحضر، اعتبره اخوك الكبير. اخوك الكبير ده ايه؟ ده سيدك وتاج راسك، اوعى ترد عليه. عفوا عفوا، اوعى ترد عليه والا هو كمان هيستخدم حقه، هيديك على نافوخه. هتهرب منه برضه حق، لو قدرت تهرب اهرب. بس هو بقى هيعرف ازاي يجيبك. ان شاء الله من بطن امك. ما تقولش بقى انا مش هيلاقيك في بطن امك. هو لو ملاقش في بطن امك هيجيب امك، هيحجزها عنده لغايه ما انت ايه هتجيله زاحف. وبكل ذوق وادب ومهنيه هينفخك. انت استعملت حقك، هو كمان يستعمل حقه. احنا دولة حقوق. معانا على الهوا كابتن شوير. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير وصباح الفل وصباح الجمال على مستمعي نجوم اس ام. النهارده جايبين لكم اخبار كتير جدا جدا من كل مكان. الخبر الاولاني بيقول ان انا مسافر بكره ان شاء الله الساعه 3:30 على طياره الساعه 8:30، وان شاء الله باذن الله هتغدى في الطياره. ده الخبر الاولاني. اما الخبر الثاني فبيقول ان الخبر اللي انا قلته الاولاني ده هو عباره عن اشاعه ومش مسافر، وانا ما بحبش اصلا المزايدات لان كل الناس بتزايد في الظروف اللي زي دي. اما الخبر الثالث فهو خبر حصري لاذاعه نجوم اس ام، والخبر ده انا مش هقوله النهارده الا لما ارجع بكره ان شاء الله من المطار. والسلام عليكم. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا منى. ايه اخبار الشغل النهارده؟ البدايه في القناه الاولانيه، وبعدين البرنامج الاوروبي، وبعدين لقاء في الصحيفه الرياضيه، وبعدين اجتماع في الاتحاد، وبعد الاجتماع في الاتحاد جلسه البرلمان، وبعد كده ميعاد البرنامج في العيشه سبورت، وبعد كده ميعاد البرنامج الاسبوعي في احلام سبورت. يعني النهارده اجازه. فين الشغل يا موني؟ عارف يا موني، انا ليه عينتك السكرتير بتاعي؟ ليه يا كابتن؟ عشان اسمك يا موني. ربنا يخليك يا كابتن. في حاجه عايز اقول لك عليها بس خايف تكون زعلان مني. خير يا موني؟ المدام والاولاد بيشتكوا بقالهم 8 سنين و6 اشهر ما شافوش سعادتك. غلطانين طبعا. يفتحوا التلفزيون، يفتحوا اي قناه هيلاقوني على طول. بس ثانيه واحده يا كابتن. يا كابتن ايه خير؟ في ايه؟ اوتوجراف بس والنبي يا كابتن. وده وقته؟ انا عندي برنامج يا كابتن. انا جاي لك من طرف ابو تريكه يا كابتن. لا، لو كان ابو تريكه ماشي. عفوا. الف شكر يا كابتن. قولي لابو تريكه يعد الجمايل. من عينيا يا كابتن. يلا اتفضل يا بيه، اتفضل يا بيه. عايزك تجيب تليفونات كل الناس اللي هيتصلوا، ماشي؟ عشان ما يقولوش ان احنا بنفبرك الحلقه دي وبنعمل حاجات وبنسوي حاجات وبتاع. ها؟ ولا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني. ماشي يا عزت؟ عفوا عفوا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الكورة مع شعير. في برنامجكم الكورة مع شعير النهاردة هنقدم لكم فقرات كتير جدا جدا، وهنقدم لكم بعض الأخبار اللي هتتبسطوا منها إن شاء الله. بس قبل ما نسمع ونشوف الأخبار دي هنقدم لكم عفوا، هنقدم لكم أول تليفون. ألو. مين معايا؟ ازيك يا كابتن؟ انا حامد من طنطا. أهلا بيك يا حامد، بلديات يعني. الحمد لله يا كابتن. والله انا كتبت فيك قصيده وعايز اسمعها. لا ارجوك يا حامد، انا ما بحبش المجاملات وحد يتكلم عليا ويقول لي بحبك والحاجات دي. يا كابتن ده انا طول الليل قاعد بكتب فيها يا كابتن من قلبي. لو من قلبك يا حامد قول القصيده اللي انت عايز تقولها. بنحبك قوي يا استاذ، يلي واخد امتياز، بتحلل من غير انحياز، جريء جدا وما بتخافش، في الحق بتاخدها قفش،
حد يقول لي مين في المذيعين زيك؟ انا نفسي ما اعرفش. معلش الحته دي فيها لخبطه يعني، هبقى اصلحها. انا نفسي ما اعرفش. انت من المتميزين زي كوكب الشرق وعبد الحليم. يا شعير يا شعير يا شعير يا شعير يا شعير يا كبير يا شعير يا شعير يا شعير يا شعير يا شعير يا الله خطير. الله 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 الله، برافو عليك يا حامد. انا بتمنى من كل المشاهدين يكتبوا قصايد عليا ويبعتوها لي SMS او يكلموني في البرنامج. الو، تليفون تاني، مين معايا؟ يا كابتن انا حسين من الشرابيه يا كابتن. اهلا بيك واهلا باهل الشرابيه كلهم. معلش يا كابتن يعني انا متضايق. ايه بس اللي مضايقك؟ انا مش مبسوط من كل اللي بيحصل في البرامج الرياضيه يا كابتن يعني. سيبوه يقول كل اللي هو عايزه. انا عايز كده. انا بقول لكل الناس ان انا ما بقطعش تليفون على حد، وعايز اسمع الرأي والرأي الاخر. اتفضل. الفلوس يا كابتن، الفلوس. مالها الفلوس؟ الفلوس اللي انتوا خدتوها في علب ملبس يا كابتن بعد ما فزتوا بالكاس، ده يليق بينا؟ يعني ياخدوا فلوس ليه؟ الاتحاد خد فلوس، الجهاز خد فلوس، اللعيبه خدت فلوس. اشمعنى بقى الجمهور هو الوحيد اللي ما خدش اي حاجه؟ اولا انا عايز اقول لك قدام كل المشاهدين اللي شايفيننا دلوقتي على شاشات التلفزيون ان احنا فعلا خدنا فلوس. بالفعل خدنا فلوس، بس مش في علب ملبس. احنا خدنا فلوس في علب حلاوه المولد. وده الكلام اللي بقوله لك دلوقتي. ليك تعليق تاني؟ لا مؤاخذه يا كابتن، انا بعد اظن اسم حضرتك كبرت قوي في نظري دلوقتي. الحمد لله ان انا كبرت في نظرك، وكبرت كمان في نظر كل المشاهدين اللي موجودين معانا دلوقتي على شاشات التلفزيون. في تليفون تاني؟ لا، طب خلاص هنشوف التقرير اللي جاي ده ونتقابل بعد الفاصل. حضرتك ناوي على ناوي على ايه؟ ها؟ انت مين اللي بعتك؟ انت يا ست، انت مين اللي بعتك؟ فهميني مين اللي بعتك؟ انا عارف وهو عارف نفسه. اللي مسلطك عارف نفسه، وهو كمان عارف ان انا عارفه. العربية بس هو ياخد باله من الفرامل. ياخد باله من الفرامل. انا بقول له هو شوشو، فاهمين ولا لا؟ شفنا التقرير وهو تقرير غريب جدا جدا. معانا تليفون. الو. ايوه. ازيك يا كابتن شعير؟ الله. ده انت. ايوه انا. ازيك يا حبيبي؟ اهلا بيك. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ وحشني يا كابتن. ربنا يخليك، وانت كمان والله حبيبي والله. يعني انت دلوقتي شتمت في التلفزيون وقلت كلام ما كانش المفروض انك تقوله، لكن انا مسامحك عشان انت حبيبي. يا كابتن مصاريف البط بتتخانق عادي يعني، مفيش حاجه. لا بس انا عايز اعرف يعني هل فعلا ملفاتي عندك؟ ايوه يا سيدي، انت نسيتها عندي الاسبوع اللي فات، بس انا كنت هبعتها لك مع السواق عشان انت حبيبي. اهو بنقول للساده المشاهدين ان الملفات كانت معايا انا، وانا اللي رحت زرته، بس نسيت الملفات هناك. وعموما انا برحب بيك واهلا وسهلا بيك. وعلى فكره كل اللي بيحصل ده لازم يحصل. ليه؟ علشان في قنوات فضائيه عفوا، القنوات الفضائيه دي لازم نملاها. اوكي، اتملت؟ ماشي، طب ادلوها بقى. معانا تليفون تاني. الو. ايوه. الو، معاك صلاح صالح من الصالحيه. اهلا يا ابو صلاح. ازيك يا ابو صلاح؟ الحمد لله، ربنا يخليك. ممكن توطي صوت التلفزيون يا ابو صلاح؟ حاضر. اطفي النور بالمره؟ لا، توطي بس التليفون يا صلاح. المفروض انك اتعودت من شكل البرامج كلها، كل البرامج بيقولوا وطي التليفون، فانت المفروض توطي من نفسك. وطي التليفون يا صلاح. يا كابتن، انا عندي ابن صغير بيحب الكرة جدا وعايز اسسه يعني من دلوقتي عشان يبقى لعيب كبير يرفع اسم مصر عاليا ان شاء الله، وهو بيحب حضرتك جدا. وانا كمان. وحافظ كل الاهداف اللي سجلها كابتن حسام حسن وابو تريكة، وكل الاهداف اللي اتسجلت وجت في حضرتك يا كابتن. عفوا. الو، تليفون تاني، مين معايا؟ الو. مش سامع حاجه. الو. ايوه. الو. الو. مين؟ مش يا كابتن الو. كنترول. الو. هو مش سامعني ده ولا ايه؟ الو. مش سامعه. الو. يا كابتن الو. الو يا كابتن برضه الو. مش سامع. الو. اتفضل. الو يا كابتن، انا بكلمك اهو يا كابتن، انا سامع نفسي، رد عليا يا كابتن. انت عامل نفسك مش سامعني ولا ايه؟ انت باين عليك اطرش. ما هو يا كابتن بكلمك اهو يا كابتن، وحضرتك مش عايز تتكلم يعني في التربيطات يعني يا كابتن ولا ايه بالظبط؟
ولا الحكايه ماشيه ازاي يعني يا كابتن؟ ولا تربيطات ولا حاجات، ولا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني، واديني بقولها اهو، مفيش تربيطات. بس انا مش سامعك اصلا، قول كده. يا كابتن، انا محمود المحموديه بصراحه يا كابتن، يعني في نقد كده اللي حضرتك مش عاجبني بصراحه يا كابتن، يعني لو سمحت يعني. انا مش سامعك يا محمود. يا كابتن ما انا بكلمك اهو، بقول لك في نقد مش عاجبني يا كابتن وعايز اتكلم يعني. يا محمود انت اطرش، انا مش سامعك اصلا. ما الناس سامعاني وانا بكلمك اهو يا كابتن وانا سامع نفسي. ايه؟ الو يا كابتن شعير، يا كابتن، الو يا كابتن، يا كابتن لو سمحت بقى. ايوه يا محمود. هو يعني الاجازه دي ما تعطلش الا لما الواحد يجي يقول كلمه الحق ولا ايه؟ ولا ايه مزايدات يعني ولا ايه بالظبط؟ اقفله في وش السكه.